عايز تعرف المكان اللي الانستجرام بيسجل فيه كل حاجه عنك؟ اتفرج على الفيديو ده. هتدخل على حسابك على انستجرام، ومن الثلاث شرط اللي على اليمين هتدوس عليهم. رابع اختيار يور اكتيفيتي، هتدوس على يور اكتيفيتي، وهنا هتلاقي تاريخك المشرف كله. هنا كل اللايكس اللي انت بتعملها، وتقدر ترجع بيها لاي تاريخ. تقدر كمان تحدد تاريخ معين تشوف ايه اللايكس اللي انت عملتها في التاريخ ده. كمان هنا كل الكومنتس لو انت عامل تعليقات، طبعا النوتس والتاجز لو حد عامل لك تاج، لو انت عامل ريسبونس لستيكر. وكمان هتلاقي هنا الحاجات اللي انت مسحتها من على الاكونت بتاعك على انستجرام قبل كده، وكمان هتلاقي الحاجات اللي انت حطيتها في الارشيف. لو نزلت لتحت هتلاقي سيكشن كده عن كل حاجه انت عملت لها شير على الاكونت بتاعك على انستجرام، سواء بوست، ريلز، او حتى هايلايتس. هنا الحاجات اللي انت قلت انك نوت انترستد او حتى مش مهتم بيها. هنا الحاجات اللي مهتم بيها، الوقت اللي قعدته على انستجرام قد ايه، الهيستوري بتاع الاكونت او تاريخ الاكونت بتاعك. حتى لو انت كنت غيرت البايو بتاعك في فتره من الفترات وكتبت فيه اي كلام، هتلاقيه متسجل في الحته دي. هنا بقى اخطر حاجه، وهي الريسنت سيرشز، او الحاجات اللي انت عملت سيرش عنها في الفتره اللي فاتت. تقدر طبعا تدخل هنا وتمسح اي حاجه انت عملت عليها سيرش قبل كده. دي الاماكن اللي انت حطيت فيها لينك معين في الاكونت بتاعك، برضو بيظهر لك هنا. واخر جزئيه دي ليها علاقه بانستجرام نفسه، يعني لو انت عايز تعمل داونلود للمعلومات بتاعتك بالكامل، تقدر تخش في الحته دي تعمل داونلود، تكتب البيانات بتاعتك، وهم بيبعتوا لك ميل على الميل بتاع انستجرام، او بتحدد ميل معين يبعتوا لك عليه البيانات بتاعتك. وانا تامر، وفي الاخر ما تنساش تعمل سيف الفيديو، شير مع اصحابك، فولو عشان تشوف الحاجات الجديده.